جيبي اي نوع سمك بتحبيه، ولو جبتي سمك البلطي زي ما انا جايبه خليه صغير او وسط، ما تجيبيش كبير قوي عشان يستوي معاكي بسرعه. وهنغسله ونخليه فله، وبعد كده هنقعه في ملح وليمون ونسيبه شويه منقوع بقى مع الملح والليمون. هحط عليه معلقه كبيره او معلقتين صغيرين من بهارات السمك، ومعلقه كبيره من الملح، وادق الثوم ده. بهارات السمك طبعا فيها كل حاجه، فيها كمون، فيها كزبره، فيها فلفل. هجيب الصينيه بتاعتي واحط فيها معلقه كبيره من الثوم، واخلي الكميه الباقيه على جنب هستخدمها دلوقتي. حطيت هنا بصل متقطع صغير وطماطم متقطعه صغير، وكمان هعصر ليمون، وهحط معلقه كبيره خل. عندك جزر ممكن تبشري جزر، عندك فلفل اخضر ممكن تقطعي فلفل اخضر صغير وتحطيه. انا كمان هنا هحط خضره شبت بقدونس كزبره مفرزاها في الفريزر، احط معلقتين كبار كده. وبعد كده هزود ميه وهظبط الملح، وهشوف لو محتاج توابل ممكن احط من توابل السمك كمان. ظبطي الخلطه وتدوقيها وتاكدي طبعا ان هي متحدقه كويس، وتجيبي السمك بتاعك بعد ما نقعتيه في الملح والليمون وتصفيه كويس، وتجيبي باقي الخلطه وتحطي في قلب السمك كده عشان كمان يكون متحدق من جوه وياخد طعم حلو في الشوي. في اي طاسه عندك تكون جرانيه تيفال، اي صاجه عندك بتشوي عليها سمك، وتسخنيها كويس وتحطي عليها شويه رده، وتجيبي السمك كده وتحطي السمك، وما تقلبيش السمك غير لما تتاكدي ان هو خلاص اتشوى على الناحيه اللي انت حاطاه عليها، زي ما هنشوف مع بعض على نار عاليه بقى. وتبتدي بقى ايه تشوي في السمك بتاعك اهو. في اسهل من كده؟ اتوقع ما فيش اسهل من كده، ومنضفاه من جوه وهيتاكليه كده بنفسه ويكون طعمه حلو. اديني قلب اهو. كمان انا بسويه على السيف بتاعه علشان اتاكد ان هو استوى من كل حته فيه. وتجيبي الخلطه، ممكن تاخدي السمك تسقطيه في الطاسه اللي فيها الخلطه، بس انا بحب اعمل كده، بحط كده بالكبشه على كل سمكه علشان الباقي الخلطه هناكلها